الجمعة العظيمة، جمعة الآلام. نحن لا نتذكر هذا اليوم إنه مجرد يوم تاريخي أو حدث تاريخي، بل نتأمل في أعظم حب عرفته البشرية وعرفه الكون. في ذلك اليوم لم يكن الصليب علامة ضعف، بل كان إعلانا إلهيا إن المحبة أقوى من الكراهية، والرحمة أقوى من الخطيئة، والنور أقوى من الظلام. يسوع المسيح لم يصلب لأنه عاجزا، بل لأنه اختار أن يحمل الآلام عننا، لأنه نحن خطاة نحتاج إلى مخلص، نحن أبناء الهلاك، أبناء العصيان. ولكن يسوع المسيح أعلن محبته وأعلن رحمته وأعلن كفارته على الصليب بموته على الصليب. ولن تكن النهاية فقط على الصليب، يسوع عاد إلى الحياة، يسوع حي، يسوع قام من بين الأموات، يسوع انتصر على الموت، يسوع انتصر على الخطيئة، يسوع انتصر على إبليس. فإذا كنت اليوم أنت مسيحي فأنت منتصر بالرب يسوع المسيح. أشجعك، أنت منتصر، أنت من أتباع أبناء الملكوت، أنت منتصر بالرب يسوع المسيح. سبحه هلله. إن كنت لم تعرف يسوع المسيح فأنا أدعيك أن تقبل الرب يسوع المسيح، لأنه هو الكفارة. يسوع المسيح هو اللي مات على الصليب من أجلنا، من أجل كل العالم، من أجل كل البشرية، وكفر خطايانا. هو اللي أخذ عننا الآلام، هو اللي أخذ عننا الخطيئة، هو اللي طهرنا، هو اللي يعطي لنا حياة أبدية، هو الطريق والحق والحياة. إذا إن كنت لن تعرف يسوع المسيح أدعيك أن تتواضع وتقبل هذه الكفارة من أجل خطاياك، وأن تكون خليقة جديدة باسم الرب يسوع المسيح، لأن في الرب يسوع المسيح هناك خلاص، هناك حياة أبدية. ربنا يبارك حياتكم. الرب يسوع المسيح قام من بين الأموات.